إلى التفاصيل. صدمة استفاقت عليها عائلة نجفية بعد الحكم عليه في قضية ليس لوالدهم فيها ناقة ولا جمل، حكم بالإعدام على إثر قضية مخدرات لم يكن رب هذه الأسرة شريكا فيها، لكنه أجبر على الاعتراف قسرا عند ضابط التحقيق كما يروي ذووه. قالوا لنا بصلاح الدين، رحنا صلاح الدين قالوا ما موجود عندنا. رجعنا لبغداد قالوا مو عندنا بالنجف، نروح بالنجف قالوا لا موجود مخدرات العامة مال بغداد. 4 أشهر إلى أن انحكم، هو خابرني يلا شفناه. المعترف على والدي قايل أنا خزعل ما أعرفه، بس أنا ضابط التحقيق هو اللي جابني ووقعنا على الإفادة بالقوة، يقول لي اعترف عليه حتى ساعدك. وموقعينا على الإفادة تقول هو وابن حسين عنده سيارة شوفر رايحين الأربيل جايبين 400,000 حباية أو 40,000 حباية مخليهن بالإطارات بالسيارة الشوفر ومديه للسعودية. هو لا عنده ابن اسمه حسين، لا عنده سيارة شوفر، لا عنده دخول الأربيل. الطفلة رقية تقول إن اتهام والدها ظلما اضطرها وأختها لترك الدراسة نتيجة ما تعرضنا له في المدرسة، فيما تطالب زوجة الضحية الجهات القضائية بإعادة النظر بقضية زوجها. أنا ناشد رئيس الوزراء ورئيس القضاء، أبونا رجال مظلوم وخذوه وهو نايم، وبطلوني من المدرسة. الطلاب قاموا يصيحوا لي بنت أبو تاجر المخدرات، وبطلوني لين قاموا أهلي بطلت لين قاموا الطلاب يصيحوا لأبو تاجر المخدرات بنت أبو تاجر المخدرات. مناشدتي إلى رئيس الوزراء وإلى رئيس القضاء فايق زيدان ولكل من شريف وكل من عنده غيره ينظر لهالمظلوم هذا وينظر لكل مظلوم، مو بس حالتنا. يعني هواية ناس أبرياء تروح تحكي من هذا المخبر السري وما أدري شنو هاي. يعني إحنا ناس بسطاء، ناس على قد حالنا، انطبتنا المفرزة فتشت بالبيت، إحنا نايمين ولا ندري ولا نعلم. ويقول حسام إن والده يعمل كاتب عرائض أمام محكمة النجف، ولا يمتلك سوى هذا البيت غير مكتمل البناء الذي اعتقل منه في إحدى الليالي وأودع السجن في قضية لا يعرف أساسها وحكم بالإعدام على إثرها. من النجف محمد الغاربي، وان نيوز.